بل أن يقال أن القرآن محرف وأنه ليس بحجة على الخلق. الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، شيء طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.